اتفضلي يا مدام علي. انا قلت نقعد هنا بعيد عن المكتب والتكليفه بتاعته. انا عرفت المكتب بتاع حضرتك عن طريق واحده صاحبتي اسمها هنا اللي حضرتك طلقتها من جوزها السنه اللي فاتت. ايوه مدام هنا، جوزها كان راجل صعب جدا، بيضربها كل يوم وما بيصرفش عليها. حاولت اصالح بينهم بس هو دماغه ناشفه جدا. انا بقى عايزاك تطلقني من جوزي زي ما طلقت مدام هنا دي، وعايزاك كمان ترفع لي عليه قضيه. عايزه نفقه وقايمه ومسكن زوجيه كمان. حيلك انت جايه لي بشنطه قضايا. انا عايز بس اعرف جوزي كان بيعمل معاكي ايه؟ ما بيتكلمش معايا خالص، يا نايم يا قاعد طول الوقت لوحده مسهل ساكت، ما بيتكلمش معايا خالص. لما حاجه بقت تقرف في عيشه ملل ومرار. هو متجوز عليكي؟ انا عارفه له بقى، ما دام حاله كده يبقى اكيد في واحده تانية بيفكر فيها. تانية وتالتة، وفي راجل النهارده بيعرف ست واحده بس زي رجاله زمان؟ طب اديك راجل اهو بتقول الكلام ده. هو عشان راجل زيي شهاده في الباطل قولي لي كان بيصرف عليكي؟ ضروريات بس، انما لما كنت اطلب منه هديه لواحده صاحبتي ولا فسحه يقول لا. يبقى اكيد كان بيصرف على نفسه ويخرج ويسهر ويدلع نفسه. مين ده؟ ده كده منشفها على نفسه جدا، هو واحنا وولاده مفيش، يبقى اكيد بيصرف على واحده تانية. تانية وتالتة ورابعة، ما احنا اتفقنا بقى. المهم انا هرفع لك عليه قضية نفقة ومسكن زوجية عشان انت حاضنها. بس يا ترى تفتكري بعد ما نرفع عليه القضايا دي هيقعد فين ويعيش ازاي؟ وانا مالي بقى، يكشي يبات في الشارع حتى. جوزك دخله ايه؟ يعني من الشغلانتين اللي بيشتغلهم حوالي 9000. 9000؟ يبقى كده القاضي هيحكم لك ب 3000 انت والولاد. حلوين. هيكفوكم؟ ايوه ما انا هشتغل، هو كان مانعني من الشغل علشان ذكوري ومتسلط، لكن بعد ما اتطلق هشتغل طبعا. طيب انا عايز اطلب منك حاجه. في الجلسات لازم تتشيكي وتبقى على سنجة 10. لا ده انت ما تعرفنيش بقى لما تشيك. هو لازم نقنع القاضي بانه مؤمن في حقك، وشياكتك دي هتبقى مصداقيه لينا. تمام. وبعدين في نقطه تانية مهمه، عايزك تطلعي لي رقم جوزك من على موبايلك. ليه بقى؟ اسمعي كلامي، تليفونك ده بيسجل المكالمات. ايوه بس ليه يعني افهم؟ الموضوع ده هيفيدك جدا. طلعي لي رقم جوزك وسجلي المكالمه وخلي السبيكر مفتوح. ايوه يا استاذ مصطفى. ايه ده؟ مين بيتكلم؟ حضرتك انا واحد ما تعرفوش، بس والله ما كان قصدي. ما كانش قصدك ايه بالظبط؟ تليفون مراتي بيعمل معاك ايه؟ انت مراتك هي اللي طلعت عليا على الطريق وانا ماشي وخبطتها غصب عني والله، بس انا رايح بيها المستشفى ما تقلقش. مستشفى؟ خبطت مين؟ خبطت مراتي؟ يا نهار اسود، يبقى انا السبب، انا اللي خليتها تنزل من البيت وهي زعلانه. طب هي عامله ايه ومستشفى ايه اللي انت رايحها؟ يا استاذ مصطفى ما تقلقش، الخبطه بسيطه وهتبقى كويسه على طول، ما تقلقش. هلاش ازاي يعني؟ امال اقلق على مين لو مش هقلق على مراتي؟ اسمع، قسما بالله لو مراتي حصل لها حاجه ما هيكفيني فيها عمرك كله. طيب يا سيدي، مراتك كويسه وبخير، انا بس لقيت الموبايل ده في المترو. انت رجعتني والله للناس المحترمه اللي بتحب مراتاتها. يا اخي حرام عليك، وقعت قلبي. ده هزار ده انا كنت هموت بسببك. حقك عليا يا استاذ مصطفى، بس والله انت رجعت لي عقلي. انا كنت رايح للمحامي حالا عشان اطلق مراتي من غير ما تاخد مني نفقه ولا عفش ولا قايمه ولا اي حاجه. لا معلش اعذرني بقى، انت كده مش راجل اصلا. مراتك دي مهما كانت هي الست اللي ياما استحملتك، الست اللي ياما شالتك. لو مفيش امل ولازم تنفصلوا يبقى تنفصلوا بالمعروف، وانت مسؤول توفر لها هي وولادك مسكن ونفقه وعيشه كريمه. حتى بعد الانفصال. مراتك دي ام ولادك، يعني الطلاق مش نهايه علاقتكم ببعض. ربنا يهديك. قول لي بقى انت عنوانك فين عشان اجي اخد منك الموبايل؟ بعد ما اقفل معاك على طول هبعت لك لوكيشن. مع السلامه يا استاذ مصطفى. هو ده جوزك اللي عايزه تطلقي منه ومش همك يروح فين ولا يقعد في الشارع؟ هو ده جوزك اللي مش عايزه تتزوقي له وتتشيكي له وعندك استعداد تتزوقي للقاضي عشان يحكم لك ضد جوزك الغلبان؟ هو ده جوزك اللي مش عايز يهينك وينزلك تشتغلي، اللي لما بيزعلك بيعتذر لك ويصالحك؟
تفتكري لما تشتغلي والمدير يزعق لك هيعتذر لك ولا هيصالحك؟ انت والستات اللي زيك مش عارفين قيمة جوازكم اللي مطحونين بيشتغل شغلتين عشان يرضيكي ويصرف عليك انت واولادك. للأسف يا مدام عايدة قضيتك كده كده خسرانة.